رسميا خروج رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون. بالفعل، وأصبح دلوقتي حر طليق يقدر يمارس عمله. وبالفعل أقاموا الأفراح والليالي الملاح في نادي الزمالك، وكمان علقوا الزينة. ليه؟ بيقول لك الأسد راجع أهو. وخروج مرتضى منصور هيزعل ناس كتيرة وهيفرح ناس كتيرة. وتصريحات مهمة جدا لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بخصوص قانونية مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك مرة أخرى أو لا. كل الكلام ده هقوله لحضراتكم في الفيديو، ولكن نتمنى من حضراتكم عمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس، وكمان اعمل متابعة لصفحة المذيع الأهلاوي على الفيسبوك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد وحصل. وعلى بركة الله نبدأ الحلقة المهمة جدا جدا اللي فيها أخبار هامة جدا. منذ قليل خرج رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من محبسه بوادي النطرون بعد ما قضى العقوبة اللي عليه شهر. يعني الراجل نفذ القانون زي ما اتقال وزي ما اتحكم، نفذ عقوبة الشهر وأصبح دلوقتي حر طليق وهيرجع نادي الزمالك النهاردة. لا، وكمان اتحط اسمه في مباراة البنك الأهلي والزمالك في كأس الرابطة. زي ما بقول لحضراتكم كده، اسم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موجود في القائمة اللي اتبعتت لحضور مباراة البنك الأهلي والزمالك في كأس الرابطة، وهتلاقوه موجود. رئيس نادي الزمالك ورجوعه لنادي الزمالك قانونيا محدش لسه يعرف، لكن هو هيرجع النادي، هيرجع يمارس عمله لحد ما يشوف القانون بيقول ايه. خروجه هيزعل ناس كتيرة جدا جدا، ناس ما كانتش عايزاه يرجع، لانه بيقولوا هو ده اللي كان حامي نادي الزمالك، وهو نادي الزمالك، وهو اللي عمل البطولات، وهو فرجوعه مشكلة لينا، هو اللي بياخد ايه اللقطة كلها، هو اللي موجود في الصورة، فاحنا مش عاوزينه يرجع. في المقابل في ناس تانية عايزاه يرجع، بتقولك لا ده هو اللي كان عامل كل حاجة، ولسه لحد الآن حتى وهو محبوس كانوا بيتكلموا عليه كويس جدا وبينادوا بيه، بيقولوا احنا مستنيينه يرجع، هو حامل حمى في نادي الزمالك. في ناس زي ما قلت مش عايزاه يرجع، وتحصل مشاكل كتيرة الفترة الجاية، مشاكل كلام، تصريحات هنا وتصريحات هنا. يعني اللي هم مش عايزينه المعارضين هيبتدى يتكلموا، واللي هم عايزينه هيبتدى يتكلموا، فهتلاقوا مشادات كلامية سواء على السوشيال ميديا أو حتى في الإعلام، هتلاقوا من ده كتير. ولكن هو خلاص أدى العقوبة اللي عليه ورجع، وهيكون موجود زي ما قلت لحضراتكم. أما قانونا يرجع تاني نادي الزمالك كرئيس ولا يتعزل، ده اللي قال وزير الشباب والرياضة في مداخلة هاتفية في إحدى البرامج التلفزيونية، وقال احنا ما عندناش مشكلة. ده كمان قال جملة مزعلة ناس كتيرة جدا على السوشيال ميديا، لما قال خلاص هو قضى العقوبة اللي عليه وحمد لله على السلامة لرئيس نادي الزمالك. كلمة حمد لله على السلامة زعلت ناس كتيرة. ازاي وزير الشباب والرياضة يقول لرئيس نادي الزمالك اللي خارج من الحبس حمد لله على السلامة؟ ما هو طبيعي يا جماعة لو هنتكلم حق انه يقول له حمد لله على السلام، ايا كان اللي كان محبوس هتقول له حمد لله على السلام، امال هتقول له ايه؟ احنا اختلافنا مش مع الشخص نفسه او الكيان، احنا اختلافنا على الاخلاقيات والالفاظ اللي كانت بتتقال واللي محدش كان راضي بيها جدا. ايه المشكلة ان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور او غيره، ايه المشكلة؟ ما عندناش اي مشكلة. المشكلة بس في السبائب والشتائم اللي بتتقال والألفاظ والخروج عن النص وشتيمة رئيس النادي الأهلي ورئيس أي نادي تاني والألفاظ اللي كانت ده المشكلة. لكن مين رئيس نادي الزمالك لا يعنينا في شيء ولا يعني أي حد، عادي، إيه المشكلة؟ زيه زي أي رئيس نادي. بس الناس بتختلف وتزعل على الشتائم اللي بتتقال مش على الشخص نفسه. على الله، ونتمنى أن يكون راجع يلتزم بالأخلاقيات والمبادئ ويشتغل على إنه هتلاقي ناس كمان بتدعمه. يعني لو مرتضى منصور بعد الشهر ده رجع ومسك رئيس نادي الزمالك عادي والتزم بالقوانين والحاجات اللي موجودة في اللائحة، وإنه ما يتكلمش في الإعلام على فلان ولا علان ولا يشتم، هتلاقي ناس معاه جدا وأولهم المعارضين. ولكن الاختلاف كان على الشتيمة والألفاظ اللي بتتقال والسب واللعن بس. فالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لما قال الحمد لله على السلامة الناس زعلت جدا،
ولكن ده الطبيعي. كمان بيسألوه يعني مرتضى منصور قانونا ينفع يرجع رئيس نادي الزمالك تاني ولا ما ينفعش؟ قال احنا بندرس القانون بقالنا من 8/10 لحد دلوقتي، يعني بتتكلم في 8 شهور بيدرسوا قانون يشوفوا هل فعلا يجوز انه يرجع رئيس نادي الزمالك ولا يتم عزله. فقال احنا في لجنة بتدرس القانون ده علشان ما نقدرش دلوقتي نقول يتعزل وبعد كده يلاقي قانون يرجع بيه، فهتبقى مشكلة كبيرة جدا ويدخل في صدام مع وزير الشباب والرياضة ورئيس نادي الزمالك واللجنة. فقال احنا بندرس القانون وبنشوف قانون سليم ما يكونش فيه عوار لصالح الجميع. اذا كان القانون بيقول ان يتم عزله هنطبق القانون ويتم عزله، اذا كان القانون بيقول لا مانع انه يرجع رئيس نادي الزمالك لا مانع انه يرجع رئيس نادي الزمالك. طب القرار هيخرج امتى؟ قال لسه اللجنة شغالة من 8/10 لحد دلوقتي. النهاردة بتتكلم في اواخر شهر 3 2023 من 8/10/2022 بيدرسوا القانون يرجع ولا ما يرجعش، يجوز ولا لا يجوز. قال اول ما يطلع القرار والمحكمة تصدر القرار هننفذ القرار سواء بالعزل او بالاستمرار. وانا بقول لحضراتكم زي ما قلت لا يعنينا في شيء يرجع او ما يرجعش، يرجع اهم حاجة تكون الاخلاقيات مظبوطة، واي رئيس نادي يلتزم بالاخلاقيات هتلاقي الكل معاه. ده اللي يهمني. ده بس ملخص للي حصل بعد خروج مرتضى منصور الاسد اللي بيقول عليه راجع نادي الزمالك والافراح والليالي الملاح، وكمان تعليق الزينة في 100 عقبة، ومرتضى منصور هيحضر مباراة البنك الاهلي والزمالك في الرابطة. ده كان كل اللي معايا النهارده. اتمنى من حضراتكم عمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس، وكمان اعمل متابعة لصفحة المذيع الاهلاوي. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.